في زمن ما ومكان ما كان في مملكة صغيرة. المملكة دي كان في الملك والوزير بتاعها كل يوم وقت المغرب كده بيحبوا يقعدوا في البلكونة بتاعة القصر يبصوا على المملكة ويشوفوا أخبار الناس إيه. وفي يوم كده وقت المغربية كانت الدنيا دافية كده وجميلة. كانوا قاعدين هما الاتنين بيبصوا على المملكة وشايفين السوق اللي تحت القصر بتاعهم. السوق كان مليان ناس، ناس جاية ناس رايحة، ناس بتشتري ناس بتبيع، أطفال بيلعبوا، حيوانات بيجروا، وكل الناس مقضية وقت ظريف. كمان الملك كان قاعد في البلكونة بتاعته مريح بيبص على المنظر وعمال يفكر في نفسه قد إيه المملكة بتاعته حلوة، قد إيه هو فخور بالمجهود اللي عمله فيها. كان بياكل كده قشطة بالعسل وهو بياخد قطمة، نقطة عسل صغنطوطة راحت واقعة على طرف البلكونة. الوزير كان هينادي للخدم لما الملك وقفه. دي نقطة عسل يعني، ما تشغلش بالك، دي مش مشكلتنا. وقعدوا هما الاتنين يبصوا على نقطة العسل وهي بتتزحلق 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 وراحت نازلة على الأرض في السوق. زز زز زز. دبانة شافت العسل ونزلت زز عشان تاكل منه. في نفس الوقت سحلية شافت الدبانة راحت مادة لسانها مسكت الدبانة. كانت بقى القطة تتسحب وراحت نط على السحلية وشاف المنظر ده كلب فضل يفرك لغاية ما قطع الحبل بتاعه راح نازل على القطة. بقت القطة تبخ والكلب يهوهو والقطة تبخ والكلب يهوهو وسامعين صوت وو 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 وبقت خناقة. والوزير بص للملك والملك قال له دي قطة وكلب يعني، ما تشغلش بالك، دي مش مشكلتنا. بس القطة فضلت تبخ والكلب فضل يهوى والقطة فضلت تبخ والكلب فضل يهوى، ودلوقتي في خربشة وعض وخربشة وعض. صاحب القطة شاف المنظر جه جري عشان ينقذ القطة بتاعته، مسك مقشة وفضل يضرب في الكلب. ابعد ابعد ابعد. صاحبة الكلب شافت المنظر كانت جارية عشان تنقذ الكلب بتاعها. بتضرب كلبي ليه؟ كلبك عمل، قطتك عمل، كلبك عمل، قطتك عملت، كلبك عمل، قطتك عملت، وبقت خناقة كبيرة وده يزعق ودي تصرخ وده يزعق ودي تصرخ والناس ابتدت تتلم. الوزير بص للملك والملك قال له دي خناقة شارع، ما تشغلش بالك، دي مش مشكلتنا. بس الخناقة بقت خناقة كبيرة. الناس اللي مع صاحب القطة ابتدوا يتخانقوا مع الناس اللي مع صاحبة الكلب وابتدوا يزعقوا في بعض. دول عمالين يلوموا دول ودول عمالين يلوموا دول ودول بيزعقوا في دول وخناقة وزعيق وصريخ وزعيق وصريخ وخناقة كبيرة والناس كلها بقت غضبانة. والوزير بص للملك والملك قال له الجيش هيتصرف، ما تشغلش بالك، دي مش مشكلتنا. بس عقبال ما الجيش جه كانت الخناقة بقت حرب، الناس بقت غضبانة وزعلانة وهم دلوقتي مش عارفين هم غضبانين وزعلانين ليه، هم بس غضبانين، هم بس زعلانين، هم عمالين يتخانقوا. ودلوقتي قادرين نشوف ناس بتتخانق هناك، سامعين صوت ازاز بيتكسر، شامين ريحة حريقة. دلوقتي الناس بتصرخ، دلوقتي الناس كلها بتجري، الغضب اتحول لخوف، الخناقه اتحولت لحرب، ودلوقتي كل الناس خايفه، كل الناس مرعوبه، كل الناس بتجري، ناس بتجري هنا وناس بتجري هنا الملك قاعد في البلكونه مش مصدق عينيه. المنظر اللي هو شافه في اول المغربيه، المنظر اللي كان مبسوط منه قوي، اللي كان فخور بيه، المنظر بقى كله حرايق. الملك ما بقاش مصدق عينيه مفتوحه على الاخر، بقه مدلدل.
وفي الآخر بص للوزير بتاعه وقال له بأسف: واضح إن هي كانت مشكلتنا من الأول خالص. وعشان كده بيتقال إن من ساعتها الملك عمره ما قال دي مش مشكلتنا تاني، وعلى طول على طول على طول ياخد باله من مملكته، من الشعب، وحتى من كل الكائنات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة. اشوفكم المرة الجاية.